تفضل. أنا اسمي عطا بن علي بن سالم العطا. ولدت في بلدة الطرف، وكان حبي للرحلات والبر وصيد الطيور وسمي المقناص. إنما أنا كنت عاشق الصحراء بشيء ما تتصوره. فمن عشقي للصحراء حبيت النبات اللي هو موجود فيها، وألفت كتاب نبات البري في الجزيرة العربية أو في بلدنا الحبيبي اللي هي الطرف، نبات البري. فبعد ما ألفت هذا الكتاب كتبت فيه صورت فيه كل الصور، وفي هذا الكتاب وجدت في البحث حقي وجدت نبات ما عمري شفته إلا مع البحث. واستمرينا وأنا أكتب الكتاب هذا. فبعدين فكرت إني أكتب كتاب اللي هو هذا الكتاب، كتاب العطا للنباتات البرية والزراعية. وهذا أخذ معي وقت، حتى يعني أكثر من 2 أخذ معي وقت. وهذا هو الكتاب اللي أنا ألفته وبيتت فيه وحطيت كل الأشياء اللي موجودة. وبعدين فكرت إني أعمل كتاب شامل اللي هو هذا عن الحياة الفطرية. كتبت هذا عن الحياة الفطرية واجتهدت فيه اجتهاد عظيم جدا، وصورت فيه كل النباتات هذه العنصلة. صورت فيه كل الحيوانات اللي أنا أقدر عليها، وصورت فيه مقاطع كثيرة عن الحيوانات والحشرات والضفادع وكل شيء. قسمته إلى فصول الكتاب هذا؟ قسمت هذا إلى قسوم، إلى فصول. فحطيت الطيور لحالها، وحطيت الحيوانات لحالها، وحطيت السحالي لحالها، وكل شيء حطيته لحالها، والحيوان حطيته لحاله. وبعدين جيت هنا هذا الكتاب التراثي. الكتاب التراثي تصوير القمر، تصوير الشمس، تصوير كل شيء. والتراثي هذه العملات القديمة اللي عندي صورتها هنا وحطيتها. وهذه هي الصور حق الصناديق وحق الامداد يعني ما بشوفها الحين زين. حلو. وصورت هنا الأسلحة، هذا من محل التراث، صورت من محل التراث. وهذه هنا التريك وما التريك والأشياء هذه كلها صورتهم، إنما جزأته لأجزاء وصورت الكثير فيهم. بعدين فكرت إني أدون ذكريات طفولتي. هذا ذكريات طفولتي، عمري فوق 80 الله يعطيك الصحة والعافية. وأحفادي حوالي 92 نفر ما شاء الله. والحمد لله اللي الله بلغني هذا العمر، الحمد لله، وخلاني أكتب وأصور. وأنا إلى اليوم وأنا عمري ناهز 70 80 وأنا أصور هذه الصور وأكتب عنها. يا سلام عليك. هذه هنا نسميها الحية. الحية هي نجيب سعف ونسك الخوص ونزرع فيها الحنطة ونسقيه بالماء. لاجي ليلة العيد احنا قطيناها ونقول يا حيتي يا بيتي. وكتبت أشياء كثيرة عن الأشياء القديمة، وكتبت أشياء عن النخلة لجاها العوة ابن آوى. كان الأول ابن آوى عندنا كثير، ولما يجي النخل ولا يشوف التمر قال حلال أبوي كنديوه. حلال أبوي كنديوه. هو العوة اللي ابن آوى؟ ابن آوى، اللي يسمونه العوة. عوة، احنا نسميه العوة وهو ابن آوى. عجيب. هو ابن آوى. وهذه هنا الفلاح والفجل. لما الفلاح يزرع في نخلة فجل، يجيب الفجل ويحطه في البيت ويقول حق البنات الصغار دوروا على البلد ويقول تقدم من فجول الزين. فتمون البنات يصحون تقدم فجول الزين، والمرأة اللي في البيت تطلع وين فيه الفجل؟ قالوا بيت فلان، وتاخذ لها ركن اللي هو شوي تمر وتروح ويعطيها على قد الركن حقها. كان كثير عطاها كثير، وكان قليل عطاها قليل. وهذا شيء جميل جدا لما أتذكر أصوات البنات وهم تقدم فجول الزين. وبعدين البقال لما يجي على الحمار حقه الله يكرمكم، يجي
حط عليه مراحل، مرحلة فيه بقر، ومرحلة فيه حندبان، ومرحلة فيها بمبر، ويصيح بقر وحندبان بقر وحندبان وبمبر. فيطلعون الحريم والأولاد والرجال، الأولاد والحريم يطلعون بشوي تمر، ويعطونا تمر ويعطيهم محله بمبر ولا اللي يطلبون. وهذه كانت، ولما يجي ويصيح بقر وحندبان وبمبر تسمع له صوت من الهدوء. فأنا سجلت الأشياء هذه، وإن شاء الله أنها تعجب الجميع. يا سلام عليك. وهذا هنا فكرت إني أكتب الكلمات القديمة شوي بس سوي. أيوة، فكرت إني أكتب الكلمات القديمة، وفعلا كتبته، وكان الأستاذ الدكتور سمير إنه شكرني فيها، وأنا إن شاء الله إني أكون عند حسن تستاهل. كتاب جميل، الكلمات القديمة ومعانيها، والكلمات الأجنبية التي أضيفت إلى العربية، والأمثال العامية القديمة. وهذا ما خل عندي، وإن شاء الله أن احنا يحيينا الله حياة طيبة ونكتب الكثير. آمين يا رب. الله هذا، والسلام عليكم. الله يسلمك. أنت أبوي ما شاء الله اهتماماتك كثيرة في الرحلات والتراث، متى بدأ اهتمامك في الجانب هذا؟ والله من الصغر تقريبا، وأنا عمري 20 سنة أو 20 سنة، إنما البر مهتم فيه وأنا صغير. أطلع البر وأنا أبو 15 سنة أو ب10 سنين، وأشوف العشب وأشوف الأشياء ذي وأصورها، أتخيل إني أصورها، بس كنت مبسوط منها وأبغى أعرف أساميها. ما عندي أحد اللي يعلمني بأساميها. وأروح بالأخير صرت أسأل قبائل البدو، أروح لهم إلى بيوتهم هناك وأسأل عن الأعشاب وعن أساميها. وسبقا إني اجتمعت مع بدو كثيرين اللي علموني بأساميهم، أعطيتهم الكتاب وكتبوا لي عن الأعشاب هذه، ولا أنا ما أعرف أساميها، أنا أشوفه بس ما أعرف أساميها. يعني إنك تنزل إلى الميدان وعند القبائل وفي الصحاري وتسأل. نعم. رحت في الكتاب البري هذا، ما تم واحد مدوي ما سألته. رحت إلى عدة أشخاص وسألتهم، علموني عن النبات وكيف يختلف وكيف، لأن إحنا ما نعرف بس نشوف النبات بس ما نعرف. فصرت أسألهم، صحيح أسألهم، وأسأل كيف طريقة النبات، ومثل هذه لها زهور وهذا. فوجدت إنه في النبات مثل الجثجاث يشبه العرفج، وأخلط بينهم بس في الأخير عرفت إن هذا الجثجاث وهذا العرفج. وفي نبات علمون عنه إن العروق حقه تأكلها كعلك، يسمونه عليك. وهذه هنا وأسامي كثيرة أخذتها من عند البدو واستفدت منها كثير، كتبتها. يا سلام. ورحلت بعد وراء أماكن الماء. وبعدين صار عندي حب للموارد اللي أهلنا يردونها لو راحوا البر على مسافة 100 كيلو في البر. مشيت أنا 100 كيلو في البر حتى بس أشوف الموارد اللي أهلي جووها واللي ارتوى منها. في مثل الزرنوقة فيها ماء لليوم، تبعد عن الطرف حوالي 50 كيلو. الزرنوقة اسمها الزرنوقة. وأنا قديش انبسطت لما رحت المحلات هذه وأخذت إحداثيات. وفي أثناء طريقي وأنا رايح حق بعض الموارد صار علي حادث وتعور ظهري، ثلمت فيه 3 خرزات من ظهري. والحقيقة ما كنت مهتم، لما شفت نفسي صاحي ما اهتميت بالأشياء ذي، فاتضح أنه أثرت علي واجد. والجماعة اللي قالوا كتاب البري قالوا لازم تطلع لنا كتاب، واستعجلت عليه وطلعت لهم. فهذا الكتاب طلعتهم بسرعة، ولا أنا مستعد إني أكتب فيه أكثر من هذا، فطلعت لهم الكتاب هذا وانبسطوا منه. يا سلام عليك. هناك يعني أشياء كثيرة، ومثل كل الموارد عملت لها إحداثيات لما تبغى تروح لها عملت لها إحداثيات. وفي عندنا في الطرف هنا محل مصنع للجص اللي يسميها إنما مصنع للجص المجصة. لا، الدوغة. يسمى الدوغة لأنه جو واحد من وعمل محل هناك وحط فيه عمال ويجيبون الجص عنده ويشويه وعقب ما يشويه يدقونه ويودونه المحلات الثانية يبيعونه. وفي عندنا في عندنا محل للملح منجم
يروحون يجيبون الأول من نمل قبل 30 سنة من الطريق هذا، يجيبون من ملح ويجيبونه إلى البلد ويجيبونه يبيعونه في الحبوب ويبيعونه في كل محل. وعندنا الحطب الرمث اللي نسوي عليه القهوة يجيبونه، وأنا ذكرت عنه في الكتب حقي إنه حطب الرمث جاب ويباع في البلد ويسوون عليه القهوة، لأن القهوة وحطب الرمث تطلع رائحة قوية جدا ممتازة لدرجة. يا سلام. والقهوة يصير فيها طعم من حطب الرمث. الغضاء موجود عندنا مو بعيد عنا، لكن ما يبسطون نبل زي ما يبسطون من حطب الرمث. وهذا كنا يعني النخلة عندنا هنا نجيب الحطب من النخلة ونستعمل النخلة. هي أم كبيرة جدا، أم فاضلة علينا النخلة ناكل تمرها ونستعمل سعفها ونستعمل الخوص حقها. الخوص تعمل منه الحصير ويعمل منه المهاف ويعمل منه السفر ويعمل منه كل شيء يعمل منه. والغضبان حق النخلة التليل نسميه تليل، نحطه اشداد بالحضار ونحطه ونعمل منه غميلة، بيت غميلة حق نسكر على باب الحيوانات على الزريف. هذا الغميلة يعملون منها باب، يعملون من سعف النخل باب ويحطونه على محل الحيوان حتى ما يطلع. أو باب اللي مستغني يحط باب خشب، بس كنا نحط الباب هذا على الغميلة محل الزريبة حقة الحيوان. ونعمل من حضار نحضر عليه نخيل، ونعمل من مسكن لنا، نحط لنا يسوون عريش منه، ويسوون كل شيء، يعني كل شيء من النخلة. والنخلة يوكل تمرها ويسمونها إلى صرم منها التمر، يكون 4 جريح و4 تستريح، 40 يوم جريح و40 يوم تستريح و40 يوم يظهر فيه النضيخ اللي هو الثمر، الفحل النضيخ. والنخلة هي الوحيدة اللي تلقح بالفحال. ولا كل النخيل هذه، كل الأشجار هذه لا تلقح نفسها بنفسها، لأن تطلع زهرة ذكر وزهرة أنثى، وكل واحد يلقح الثاني. لما يجي الهواء يهب يطلع من الشجرة ويلقح هذه، والنحل يساعد في تلقيح الشجر. فالنخلة هي الوحيدة اللي تجيب عيال، تجيب حوالي من 1 إلى 13 إلى 14 في السيلة، نسميه في السيل، هذا عيال لها. والنخلة الوحيدة اللي على الجمار الجذب حقها كرب يمنع سقوط الأشي لها، يحمي عنها. والنخلة كل ما تبغى تعمله يجيك من النخلة، الحبال من النخلة، وشباب الضوء من النخلة، والجمار احنا نجذبها وناكلها. وكل شيء موجود عندنا من النخلة. أول في زمن المضى ما نعرف إلا النخلة، اللي هو ما نعرف إلا النخلة واللبن. الغداء حقنا لبن وتمر، وهذا يعطي قوة، والتمر مع اللبن يعطي قوة هائلة جدا. وهذا كان غدانا في الأول. والعشاء رز والمقسوم من الخضار ولا من اللحم ولا من الأشياء الثانية. فحنا نفتخر بالنخلة، نفتخر فيها، لأنه في حديث جاء قال النخلة هي أمكم عمتكم. والفلاحين إلى اليوم يسمون النخلة أمنا، إلى اليوم الفلاحين القديمين يسمون اكرموا عمتكم النخلة، لأنها هي مصنوعة حسب الحديث، يقول هي مخلوقة من تراب أبونا آدم. وقال الرسول اكرموا عمتكم لأنها من تراب أبونا آدم. وهي الحقيقة عمتنا فوق ما تتصوره. وذكرت في القرآن والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيانا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يعني أنت لا تستنكرون إن إحنا إن ما في خروج، هذا إحنا نخرج كل شيء. فهذه هي النخلة. يا سلام. أول كاميرا اشتريتها وكنت تصور؟ والله من 1956 وأنا أصور بالكاميرات، وصورت صور واجد بالكاميرات. بس من وين اشتريت أول كاميرا دي؟ اشتريتها من الحفوف. وكان صديق لي يسمى أحمد الحبيب عنده كاميرا بوكس، هذه كانت عنده في
في 1900 في 1370 1950 كانت عنده الكاميرا هذه. لما نجح من الابتدائي شرى له ابو كاميرا بوكس وهي تصور بس منها كذا وتصور. هذا صورنا فكثير. يا سلام. صورنا فكثير. وبعدين استمرت الكاميرا تجي عندي ونبيع وهذا. وإحنا عندي في البيت هناك كاميرات موجودة واجد عندي في البيت. وعندك كاميرات احترافية ومجموعة عدسات معها؟ ما عندي مجموعة عدسات وكاميرات، بس ما أدري يعني سجلت هنا ما سجلت هنا، ما أدري عنها. طيب أبوي، آخر شيء لا أطول عليك، اهتمامك ومحبتك بالشعر القديم. أنت تحب الشعر القديم؟ والله أنا أحب الشعر القديم. أحب الشعر القديم وأحب الشعر الجديد الحديث، بس القديم عندي أفضل. شو الميزة في الشعر القديم؟ الشعر القديم لما تقرأ الشعر القديم يصور لك الحياة اللي هم فيها، تتعجب إنه حياتهم في الأول مثل حياتنا الحين، بس تختلف المواضيع وتختلف الآليات وتختلف كل شيء. مثل الواحد لما يسافر من بلد إلى بلد يركب المطية ويروح، احنا حنسافر نركب السيارة، بس نفس المعاناة اللي يعانيها احنا نعانيها. ومثل الشعر القديم مثل ما قال عنتر وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. فهنا يراويك انه نفس الشيء، نفس الحياة اللي هم عايشين فيها احنا عايشين فيها. والشعر القديم يراويك الأحداث، يراويك كل شيء، ويراويك الأشياء الكثيرة. زي مثلا امرؤ القيس يقول: وجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى السحر إلا لبستها المتحشمي، فقالت: يمين الله ما بك حيلة ولا أرى عنك الغواية تنجلي. فتقول له أنت يعني شخص. والشعر العربي الشعر العامي يقول: قصدت فيها الشوق واهل هنيامي، بكفي وسيف الهند في كف فردي وسيف الهند في كف شغموم، جيت الغضي في النوم سكران رامي عن السلب اللثوي من لهقوم. الله. دقيت ببهام رجلي وقامي متروع عن يمسح جبينه عن النوم، قالت: علامك الجهال دوامي، ويلك من أسباب الفتح مع النوم، حلفت بالمعبود مشي الغمامي، ما لي عزا عن شوف والفي بعد يوم. فهذا الشعر العربي والشعر القديم كله يعطي نفس المعنى، لكن هذه طريقة غير وهذه طريقة غير. وهذا يعني الشعر اللي الواحد مثل الحين في قصيدة قديمة يقول يا من بقاسي مهجة القلب سكان، يا من بقاسي يعني قاسي قلبي أنا، ناس ساكنين يا من بقاسي مهجة القلب سكان، ومبلبلن حال الذي فهم عنا، يعني هذول بلبلوني وبهدلوني. يا من بقاسي مهجة القلب سكان ومبلبلن حال الذي فهم عنا، خليتني أنا عسى الطرف سهران، أبكي على شوفك ليال وحنا، الدمع من عيني على الخد حتى مشى بحالي قال هذا سجلنا. لا أنا غرير فيك ما صابني جان، حشا ولا بغير ما تعرف عنا، الله أكبر ضاع بري والإحسان، ما كنا يوم على الطيب ما كنا يوم لعبنا بستان الورد زاه والحمام يتقنا، ولكنني أرضيك لا رح زعلان وارخص لك اللي بالقلم يتمنى، حبك برا حالي وغير بألوان، وابقيت مطروحا علي لنا ونا. يا سلام. من الولاعبك حتى نهلي وخلان، كل وطن عقبك صار ما هو وطننا. جميل حلو. هذا الشعر القديم والشعر الحديث كل واحد يعني يقول، بس يقول في البيئة اللي هو فيها، هذا كيف يوضح لك البيئة اللي هو فيها، وهذه يوضح لك البيئة اللي هو فيها، والمعنى نفس الشيء المعنى. تسلم يا ابوي تسلم. حياك. نترحم على الوالد الله يغفر له، كان مضرب الأمثال، يقولون سد بن عطا. الله يغفر له، وهو مضرب مثل في حفظ الأمانة وكتم السر. هل كان يقول الشعر؟ كان يقول الشعر، وكان يقول الشعر آخر الشعر اللي قاله في القديم أنهاه، بس في شعر الحديث مثل مرة واحدة هو في 46 أو 47 جانا إلى الحني مركز الحكومة وضعتها رامكو حق السيارات اللي تجيب بضايع من الظهران ومن الظهران إلى الرياض. صار موقع لهم يجون ويصلحون السيارة إذا خربت ويأخذون بنزين ويعبون كل شيء ويروحون إلى الرياض. ففي الأول كان السيارة اللي تجيب من الرياض لازم تمر درواس الخميس وتشوف إذا في ركاب يجون معاها. فذاك اليوم مرت السيارة اللي سواق عبد الرحمن القحيس
من بني خالد، أعتقد من خالدي. مرة شاف الوالد وركبوا وياه وركبوا مع جماعة. لما جاء في الطريق جاءوا إلى طلعة الغوار، أبوي راكب قدام ولا يعرف يبطل الباب، بس ذاك الحين بطله وطب من السيارة. إنما لما جاء طلعة الغوار اصعدت السيارة وكذب البريك، وطفت السيارة وكذب البريك، ما قدروا يمسكون السيارة، تحرجت. فقام واحد الطب قال طبوا يا جماعة من السيارة، فأبوي من عرض اللي طبه وتأثر واجد وطاح وصار مع رضا، ولو السيارة مرت على ذي الثوبة وهي راجعة. والله فكر الحمد لله. ولما جاء قال هذا أبو محمد بن عطا، قاموا وعالجوه. من اللي جاه وقابله؟ وعالجوه قالوا له، وقاموا ركبوه في السيارة وجابوه إلى الحني. لما جاء إلى الحني قال قولوا لهم ترى أبوك راسه يوجعه، لأنه الوالد دائما راسه يوجعه. ولما جينا وشفنا راسه، شفنا إنه مو براسه يوجعه، شفنا إنه طايح من السيارة. فلما عالجناه وهذا جاه واحد يسمى ابن خريمس. ابن خريمس ما أدري هو دوسري ولا عجمي. قال يا علي يقولون إنك شاعر ونبغى تشيل لنا قصيدة. قال إن شاء الله. قام الوالد وكتب القصيدة هذه وقال يلا يا منه كريم ومنان، يا عالم بالحال وإنك خبيرة، ترحم ضعيف إن يرتجي من قفران، لا عاد به يمنى ولا به يد فيه، ترحم لي منه دايم الدوم سهران، يوم الملا عيا نظيره يجي فيه، في طلعة الغوار ظل الطيحان متكسر حالي ولا أدري شنا فيه، ضجوا علي الناس وأنا كنت سكران، والكل منهم ضايعة هواقاويه، حتى أدريه لهم السواق، حتى أدريه لهم يصوت بالألحان، يصيح من عالي الصوت من شنجرة فيه. جاني ابن خريمس من غير وعيان، جاني ودمع فوق الأوجان حاشيه، ثم انحفشني ضمني فوق الأمتان، ضمت حبيب الدايم الدوم يرجيه، ثم حملان الناس على فوق لحان، وسط الدمنت إلى بارك الله اللي فيه، جينا الحاني مع وقت المسيان وبنت بي جينا الحاني مع وقت المسيان والكل جينا الحاني مع وقت المسيان وبنت بي الموتر والكل ينظر بالعيان، محمد يضير العين ضاعتها قوي، ولا عطى جاني وهو كان فرحان، ساعد نظرني هلا تدمع عيني. هذه القصيدة أنا حافظ منها شوي، مش حافظها كلها، بس هذا اللي أنا أقدر أقوله في القصيدة هذه. والدمنتي لما دعوا عليه روحنا فيه في عيد الأضحى، وصار لنا حوادث في الطريق على الدمنتي وانعدم راح. وصحيح إنه حرق شعره؟ عنده شعر؟ حرق، نعم حرق شعره، لأنه لما قطعت يده ورجله صار يشيل الشعر للحريم وهذا والرجال، فصاروا يبكون. قال أنا بلاش يتأثرون، ما أبغى أتأثرون، قال ما أبغى أخلي القصيد هذا عندي. أيوة هذه حياة، والحياة تطلب كذا. فهو قطع وأنا عمري 7 سنين 3 شهور بطن أمي. الله. فهو قطع عمره 40 سنة وعاش إلى 98 سنة، إلى 94 سنة، عاش إلى 94 سنة. زوج أمي توفت قبله ب3 سنين أو ب2 وبعدين هو لحقها. الله يرحمهم. الله يرحم الجميع. اللهم شاكر لك أبوي مقدر. والله أنا خربط ما أدري إيش اللي أقوله. لا بالعكس كلامك درر. لا والله ما أدري إيش اللي أقول، يعني لأني ما كنت محتزي لها، بس الحمد لله. الله يسلمك. أقل شيء يأخذون فكرة عن الوالد وعن حياتنا. جزاك الله خير، ما قصرت، بيض الله وجهك.